وصفتي لليوم اللافا كيك مليان نكهات عربية وخليجية وكتير هش وكتير طري. تعالوا شوفوا الطريقة. أول شي عندي قالب مفتوح من النص، وهي هيك الوصفة لازم تنعمل بهيدا القالب. دهنته بالطحينة ورشيت عليه طبقة من السمسم. بعدين عندي 6 حبات بيض، لازم يكون البيض بحرارة الغرفة لحتى يعطيني نتيجة أفضل، ولازم يكون الجات ناشف كليا من المي لحتى يطلع معنا البيض مزبوط ويرفخ الكيك. 6 حبات بيض بضيف عليهم ملعقة صغيرة فانيلا، وبخفقهم برجع بضيف فوقهم كوب من السكر. هذا الكيك رح تلاقوا فيه كتير بيض وقليل طحين لحتى يطلع معكم هالقد هش. بتخفقوا الكيك الخليط البيض والسكر لحتى يصير الخليط معكم بهيدا الشكل، يتضاعف حجمه ويصير لون الخليط فاتح. عندي ربع كباية زيت بزيدها بشكل خيط مثل ما عم بتشوفوا قدامكم، وبضل بخفق لحتى تخلص كمية الزيت اللي عندي. بعد ما تخلص كمية الزيت رح اترك الخليط شوي على جنب، وحضر خليط المواد الجافة. عندي كباية ونص طحين، بضيف فوقها ملعقة كبيرة بيكنج باودر، ملعقة صغيرة قرفة، وملعقة صغيرة هيل ناعم. اكيد الطحين لازم يكون منخول. بخلطهم كتير منيح مع بعض لحتى تختلط كل المكونات كتير منيح. صار خليط المكونات الجافة عندي جاهز. هلا عندي الحليب، عندي ربع كوب حليب رح ضيف فوقه ربع كباية موارد وربع ملعقة صغيرة زعفران، ورح احركهم كتير منيح لحتى يتجانسوا مع بعض. هلا بنرجع لخليط البيض والطحين. بلش ضيف الحليب بالتناوب مع الطحين، بشرط انه يكون اخر شي بضيفه هو الطحين، يعني مرة بضيف حليب مرة بضيف طحين. بعد ما اضيف الطحين بوقف خفق لحتى ما نخسر الهواء يلي صار بالبيض. لا بالسباتولا رح بلش حرك بهيدي الطريقة من فوق لتحت مثل ما عم بتشوفوا قدامكم. بس يختلطوا كل المكونات مع بعض هيك بكون صار الكيك جاهز عندي. رح اصبه بالصينية يلي حضرتها وبحطه بالفرن لمدة 40 ل 45 دقيقة على حرارة 180 لحتى ينشف من فوق. هلا انا شوي زدت عن 45 دقيقة فشوي تحمر وجهه من فوق او كعبه بالاحرى. بهذا الوقت عم حضر الكريمة. هلا هيدي الكريمة انا محضرتها من قبل بوصفة سابقة بعد ما نزلتها. هي عبارة عن كريمة وجبنة، مكعبات جبنة. عندي 300 ملي كريمة، ضفت فوقهم 4 مربعات جبنة، وكمان اخر شي ضفت علبة كاملة من قشطة جامر، كتير بتعطي طعمة طيبة. وفيكن تزيدوا بدل القشطة الجامر تضيفوا القشطة العلب العادية. هيك الكيك من بعد ما طلع من الفرن ضروا عليه بس 5 دقايق او 10 دقايق، وقلبوا الكيك عشان ما يلزق بقلبه. وبرجعت بعدين بس لما فتر لأن طيب هيك شوي دافي يكون، صبيت فيه القشطة يلي حضرتها وزينته بالفستق الحلبي بما انه النكهات كلياتها عربية، وبما انه كمان في ورد فحبيت احط على وجهه ورد. كان كتير شكله حلو وكتير كانت الطعمة طيبة. ميكس النكهات الهيل مع الزعفران مع المورد كان شي كتير طيب. جربوا الوصفة واستمتعوا فيها. طيبة هيك مع كباية شاي بالليل. كتروا صوص على قطعة الكيك، كتير طيب معها هيدا الصوص. وشوفوا الكيك قديش هش وطري، ما بخبركن قديش كان عن جد كتير طيب وقوامه رائع. جربوا الوصفة وخبروني رأيكن. بألف صحة.